السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الإسهال الشفاف بسبب الالتهاب الكبدي اللولبي. أعراضه إيه؟ خمول، ضعف شديد وضعف مفاجئ في البطة المصابة، انعزال البطة المصابة عن القطيع، تساقط الريش، وده هو فرق الأعراض بينه وبين الإسهال اللي بسبب الأورام الحميدة. وممكن من أعراضه إنك ساعة ما تمسك البطة في إيدك تموت في إيدك فورا، يعني تبقى على الأرض عايشة، البطة المصابة على الأرض عايشة، أول ما تمسكها في إيدك تموت في إيدك. سبحان الله. في الحالة دي علاجه هيكون إزاي؟ اهلا بكم مره تانية. بنستخدم في العلاج حقن الاستربتوميسين 100 مللي في عضله الصدر عند البطه، لكل بطه وزنها كيلو لمده 3 ايام. انا كده كلمتك في الفيديو دهوت عن الاسهال المائي الشفاف بسبب الالتهاب الكبدي اللولبي. يا رب نكون بنقدر نفيدكم بمعلومه في الفيديو القصير دهوت. اذا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لسه فيكي حاجة منه؟ لسه صوت ضحكك كأنه صوت كمانجة وناي حزين، لسه في دموعك حنين رغم ظلمه ورغم جرحه، لسه في عيونك ملامحه، حتى قلبك نفسه يرجع، نفسه يعلن انه سامحه. فين كرامتك واعتزازك؟ فين كرامتك واعتزازك يلي صدقت ابتزازك، يلي ضحيت بسعادتك لاجل واحد ما يسويش، كان بيسرق نور مرايتك لما كان جواه يطيش، كان يساومك بانكساره وتسأليه ويقول مفيش. داري دمعك بعد اذنك، داري دمعك بعد اذنك، واخفي حزنك بين ضلوعك. ده اللي يفرح وقت حزنك عمره ما يحس بدموعك، اللي يفرح وقت حزنك عمره ما يحس بدموعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يعمل لايك، كل يعمل شير، كل يعمل سبسكرايب، ما تنسوش تفعلوا